ما جبتش معاك العيال اللي هي يما كانت تسلى معانا احسن ما يقعدوا مع خالتي ويدوشوها. لا يا بنت انا مش هطول، انا جايه اشجر عليكي كده واشوفك، اصل عماله ارن عليكي مش بترد. ايوه اصل الليله كانت وفاء قاعده معانا يعني وسهرانه كده. بالله بقت بتيجي هنا؟ ايوه يما نزلت. ايه مش لسه بدري يا بنت؟ المفروض العروسه بتقعد في دارها يعني سابوها ولا حاجه؟ يما العاده دي عاده قديمه قوي ومحدش بقى بيعملها دلوقتي يا اختي. القديم برضه اللي برضه اصوله وبيحمل واحده من الحسد، وعلى راي مثل ما بيقول يا ما قديمنا يا ما جديدنا. يعني ايه يما يا ما جديدنا يا انت بتقولي ايه؟ انا مش فاهم منك حاجه. يعني قديمك يا بنت هو جديدك وجديدك هو قديمك. ايه ازاي قديمي هو جديدي؟ ايه دي؟ هو انا بجددش؟ يعني انت يا حبيبتي العيل اول ما بيتولد مثلا بيكون ايه؟ مش عارف يخدم روحه وصغير ومش فاهم ولا اي حاجه، وبعدين تكبري وتبقي حلوه وعروسه وجميله كدي، وبعدين تكبري اكبر وتجوزي عيالك وكدي وترجعي عيله تاني. دايما يا ما كبرنا يا ما صغرنا يا ما قدمنا يا ما جديدنا. ايوه دي ايوه دي فهمتك. انت قصدك يعني اللي ملوش قديم ملوش جديد. الله ينور عليك يا حبيبتي. طب سيبك يما انت من الكلام ده كله، قولي لي عامله ايه؟ انا الحمد لله يا حبيبتي في نعمه. عيونك مش بتقول كده، عيونك بتقول ان في حاجه جديده حصلت وانت مخبيه عليا. هيكون في ايه يعني يا بنتي؟ خلينا نسمع الاغنيه دي حلوه قوي، بحبها قوي بصراحه. هو انت عليك تغطى، ما احنا علينا مكسرات. انا نفسي اغني الاغنيه دي لعمتي ولجدتي عشان اول ما بتشوفهم كده بتلاقيهم وشهم عامل كده مكلضمين كده في نفسهم، فعايزه اعرفهم ان احنا كمان والله عندنا ضغوطات، بس احنا اللي مفرفشين ومش بنحب نحزن نفسنا. سيبك يما اديني وطيت اهو. المهم ايه انت مش هتلوى عليا، قولي لي ايه اللي حصل؟ يا بنت خليكي مع الاغنيه اللي بتحبيها. مش هتخلعي مني، قولي وقري. بصراحة يعني أنا خدت العيال ورحنا قعدنا عند خالتك مريم. ويما ما انت قلتي لي الموضوع ده أنا عارفة لك، يعني في حاجة جديدة حصلت أنا ما أعرفهاش. يعني امبارح أنا وعمتك صفية وجدتك شدينا شوية مع بعضين. ليه تاني يما؟ ايه السبب؟ لا يا بنتي من غير اي سبب. انا كنت قاعدة في الأوضة جوي باكل اخواتك وبغير لهم ولسه صاحية من النوم، لقيت عمتك صفية داخلة علي وعمالة تشرشح وانت ما نزلتش لحد دلوقتي، يلي فيكي ليه تتحشي في لسانها. المهم يا بنتي وبعدين بقى بدأت تلقح عليا بالكلام، ما انت قاعدة طول الليل على التليفونات. يعني قاعدة على التليفونات يعني هو التليفونات دي حاجة عيب يعني؟ عمتك بترمي على حاجات تانية بتوسخ سمعتي. دني عمري فكرت فيه. ايه دي؟ شيطانة متنكرة في بني آدمة دي ولا ايه؟ الله أكبر عليها، أكبر من الشيطانة كمان. وراحت جت بقى البومة الكبيرة جدتك، يا أهلا وسهلا كملت. على رأيك يا بنتي كملت فعلا. وراحت قالت لها يما دي قاعده طول الليل بتتكلم في التليفونات. راحت جدتك بقى صدقت على طول وقالت لي انا هقول لجوزك يجي يلمك ويضبك، قطع لسانهم من اللي عليهم والنبي يما سيبيني عليهم والنبي انا هقطعهم بسناني. بس يا بنتي بس. وبقول لها يما عيب اللي بقوله دي، انا اشرف من الشرف. ايه اللي بقوله دي؟ ده انت اللي مربياني. راحت جابتني من الطرحة وخبطت لي على وشي، وجت كمان عمتك صفية مسكتني من كتفي وخبطتني. إلهي تتحشي في دراعها هي والتانية. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. يا رب يا رب انت كبير يا رب يجيب لك حقك يما. ما انا يا بنتي ما سكتش يا واد يا جامد. عملت ايه؟ هحكي لك. وانا بلم هدومي عملت نفسي كاني بلم الهدوم وخدت كل حاجه في الدرج من فلوس وورق ذهبي كمان اللي حطاه في السله وكل الفلوس اللي ابوكي شايله، وخدت كمان ورقه يا بنت هتودي جمالات ورا الشمس. ورقه ايه دي يما؟ استني بس عليا هقولك عملت ايه تاني. مسكت هدومي كلتها وقطعتها ورميتها في الارض، وخدت كمان ورقة قيمتي وكمان ورقة جواز أنا هتطلق منه، أنا مش هرجع له تاني. خلي ست الهوانم بقى تشبع بيه. شاطرة ياما شاطرة إن أنت مسبت لهم حاجة وخدت كل حاجة ممكن تنفعك. أيوة يا بيت، ما الواحد مش بيزعلك دي وخلاص، لازم تعرفي بكرة أنت هتعملي إيه وإيه اللي ينفع تعمليه وهتحتاجي إيه من الحتة دي قبل ما تغدريها. لك حق ياما، أنا نفسي يعني يبقى عندي ربح الحكل دي، بس أنا متسرعة وأنت عارفاني. عارفاكي يا حبيبتي عشان كده بنصحك. ريت يما والله انت عارفاني انا عصبيه ومتسرعه ومش بقدر كده افضل ادبر واعمل. انا بروح اقول للمتخلف انت متخلف في وشه، واللهبل انت هبل في وشه، والطيب باخده في حضني واقول له ما فيش اطيب منك في الدنيا. انت اللي ما فيش اطيب من قلبك يا هنيه، لازم تغيري طبعك دي يا حبيبتي، مش الناس كلها هتفهمك صح يا قلبي.
كفاية يما، انت فهماني صح. انا مش عايزة حد تاني يفهمني غيرك، ونفسي بجد انك تكوني مبسوطة. مش عايزة اي حاجة تنكد عليك. انا بتقهر يما لما اعرف ان انت متضايقة ولا في حد مزعلك. بحس ان هو مزعلني. لما بحس ان انت مكسورة جناحك دي انا بتضايق قوي، وببقى نفسي اشيل اللي في قلبك واحطه في قلبي وما خليكيش تحزني ابدا. يا حبيبتي انا معاك اهو، ما تعيطيش، كفايه هنيك دي. تعالي يا حبيبتي، تعالي في حضن امي. ما تقومي يا بنتي تقفلي الشبابيك دي، الجو هتسقع جو. يا ماما الشبابيك مقفوله، في ايه مالك؟ سقعانه جو يا بنتي، سقعانه. طب ما تحطي حاجه عليك احسن ما انت لابسانه بنص كمك دي. لا، اول ما احط حاجه على جسمي بحس ان جسمي مولع. يعني انت عايزه ايه دلوقتي؟ نعمل لك ايه؟ ما احنا مشغلين لك الدفايه هو قاعدين بندف. جميله جو يا بنتي، بتدفي جامد. المهم ياما سيبك من الدفايه دلوقتي ومن السجع. احنا نعمل ايه في موضوع المهنيه دي؟ عايزه لها ترتيبه. نعمل ايه ياما؟ ماني من زمان قلت لك شديه، قلة الادب ومش متربيه. قلت لي يا بنتي انا اللي ما كنتش بسمع كلامك وبساعدها وبحمل لها كل حاجه. انت يا اختي ما فيش حما زيك، غلبانه وطيبه. حماتي كانت بتقف دايما مع عيالها وكانت مطلعه عيني، فانت بتيجي ترديه يعني في المهنية ولا ايه؟ لا ابدا ياما، انا لو مش شايفاها محوجة مش هتكلم. طب احنا جعانين، مين اللي بيعمل الوقت؟ انيش عرفني، انا لسه فاتحة بطني 7 فتحات وجايبة من عملية وابني تعبان. يعني مين اللي هيوكلنا النهار؟ جمالات في المطبخ يعني؟ جمالات انا شفتها من شوية. كانت جايله لي داخله نام. تنام ايه يا جمالات؟ انت يا بيت خير يما، في ايه؟ انت كنت فين يا بيت؟ تعبانه شويه كده يما، قلت اخش انام. نامت عليك حيطه يا بعيد. فين الوكل يا بيت؟ وكل؟ واني مالني بالوكل؟ يعني جوزك هيجي بعد شويه ياكل طوب؟ امال فين ام هنيه؟ رحلت ام هنيه، خدت خلقتها ورحلت. رحلت ازاي يعني؟ يعني مين اللي هيعمل الوكل دلوقتي؟ انت يا شملول، انت شايفه حد يخت اطول منك هنا؟ اني هشيل مسؤوليه دار بحالها؟ وما تشيليش لي يا غندور، ما انت عارفه ان فاتن ومحمود معزولين في شقته، يعني ما فيش غير احنا اللي معاك. ايوه يما بصحيح، انت عزلتي محمود ليه وفاتن؟ ليها عاداتها يا بنت وتقاليدها كده، وانا مش عايزه اخنقها معاي. مش بقول لك حما طيبه غلبانه كمان، ده انت تجيبيها كده وتفعصي راسها في الطين، هي والغندوره اللي واقفه ورايا دي. ما تخليكي محضر خير يا صفيه، في ايه مالك؟ انا طول عمري يا حبيبتي محضر خير، عمري ما شفت لك محضر خير ابدا. يلا يا بنت خشي اعملي لنا اي حاجه ناكلها، يخرب مطنك يا شيخ. اني ما بعرفش يما، يعني انت عارفه اني ماليش في الطبيخ قوي، والعروسه جات والعروسه راحت وقد العجله كده وملهاش في الطبيخ. شايفه يما الخيبه اللي احنا فيها؟ خشي يا حبيبتي وتعلمي، اعملي ما بدالك، اهم حاجه جوزك يجي يلاقي طافح. يعني هم يزعلوها ويمشوها وتيجي على دماغي، بس مش بتاعي الكلام دي. انا ماليش في الموضوع دي خالص، انا لازم اعمل حاجه اخلع من الموضوع دي كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتكلمي روحك يا بنت؟ بفكر يما هعمل لكم اكل ايه. انا لازم احرق الاكل او اعمله حادق جامد، اودلها جامد عشان مش يعجبهم. البت دي مش سالكه ومش هتسمع الكلام زي ام هنيه. يعني فيك يا ام هنيه وفي ليلك دي يما، انت هتحني من اول ساعتين. لا حن ايه؟ دي قليله الادب ومش متربيه كمان وما بتسمعش الكلام. ايوه يمك دي، ايوه معاكي حاجه. قولي لي يا بنت، ايه موضوعك انت واحمد بقى؟ اخرته ايه؟ اخرته ما فيش رجوع يما، انا مش هرجع له تاني. حول الله يا رب. والعيال اللي ما بينكم دول يا بنت، انا فكرت مره وسامحت ورجعت له واتضربت تاني وكنت هموت انا وولدي. توبه من دي النوبه ما تحصل تاني ابدا. لو هيمشي على ايديه وعلى رجليه مش هعملها. عندي شرط واحد وانا عارفه انه مش هيعمله. الشرط ايه دي يا بنت؟ انه يجيب لي درجه دي بمفتاحها ليا الحالي، ويمسك نوره قدامي ويطردها، وهقول لها يا نوارة انت لو مديتي ايدك عليا تاني انا هروح احبسك. يا بنت الموضوع ما وصلتش لك دي؟ اهو وصلت ياما، انا هعرف بقى اجيب حقي من حباب عينيهم كلهم. هو انت فاكراني يعني كتعه ولا كاتعه؟ صفيه بتاعت زمان رجعت تاني، صفيه الغلبانه دي ماتت. ربنا يقويك يا بنتي عليه، اللهم امين. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ولد نوار. وعليكم السلام يا اخوي. انتوا قاعدين كده بتعملوا ايه؟ فين الدفة يا ابني؟ الجو سقع. ماشي يما. فين الوكل بقى؟ انا جعان قوي. مرتك الغندوره ما عملتش واكل؟ معقول ام هنيه ما عملتش واكل؟ لا هنسى بقى ام هنيه ولياليه. ام هنيه مشيت فين يا صفيه؟ راحت عند مريم يا اخوي. ليه كده؟ في حد زعلها ولا ايه؟ الله اعلم بقى ايه اللي حصل ما بينكم. يمكن زعلت عشان انت يعني رجعت الجمالات ولا حاجه. ما تزعل ولا تتفيلك، يعني هي هتحكمني يعني؟ ماني دي مرتي وانا حق ان انا ارجع لها، وحرام ان انا اظلمها وافضل راكنها كده.
انت عندك حق يا ولدي، دي مرتك برضو مهما كان. يا جمالات، انت جيت يا سعيد؟ ايوه يا اختي جيت. فين الواكل؟ يعني والله يا سعيد ما كنت اعرف ان ام هنيه مشيت، دول لسه جايين لي دلوقتي. يعني ما عملتش واكل؟ لا ازاي انا اتصرف؟ في همبرجر وفي اللي هو السوسيس دي، هنحمره ونغمس دي وهعمل لكم طحينه وناكل. همبرجر؟ هو يا اخت الراجل الشقيان دي هتاكليه همبرجر؟ ماله يما؟ ما هو الهمبرجر دي يعني لحمه برضه يا اختي، ده عايز طبيخ وعايز زفر يا اختي، وياكل كده ويتقوى على اخر الزمن يا سعيد. هتاكل همبرجر؟ استغفر الله العظيم، اني مالني؟ هو انا اللي كنت جبته؟ عادي يما خلاص، همبرجر همبرجر اللي موجود، اللي موجود حطيه يا جمالات، لان انا واجع من الجوع. هخش الشطه واطلع الاقي الواكل. عن اذنك يا جماعه. استنى يا سيدة، انا جايه معاك عشان اطلع لك غيار. شايفه يما؟ سعيد بقى ياكل همبرجر. يا عيني عليك يا ام هنيه، قطعنا نفسيه عشان في الاخر اول ما تقول له كل همبرجر ياكل همبرجر. شكلنا يما بنحارب في الجهه الغلط. ايوه يا بنتي، شكلنا بنحارب في ام هنيه، ودي اللي هتاكل الجو. احنا لازم نعمل لها هي كمان خطه نطفشها من هنا. يا ريت يا بنتي، البت دي انا مش بطيقها من زمان. سيبي الموضوع ده علي، انا بقى هتكتك واخطط. الخير عليك يا ام هنيه، انت بتعملي ايه على الصبح كده؟ معلش يا مريم كركبتلك الدنيا، بس انا يعني واخده على كده، كل ما اكون متضايقه بجيب حبه واكل واطلعهم لله، كده ربنا بيفك كربي. ما شاء الله عليك يا ام هنيه، والله ما شاء الله. يا ريت كلنا نتعلم مين يا حبيبتي، احنا كلنا عايشين عشان نتعلم من بعضنا. انا ما جبتش حاجات كتير يعني، انا جبت خضار وهعمل عدس، هعمل عدس واوزعه على قد، يعني مش لازم حاجه كبيره، لو اقل حاجه في ايدك طلعيها، بس ربنا عالم ان هو ده اللي معاكي. ده حقيقي يا ام هنيه والله، يعني انا باخد منك دروس مع اني انا كبيره يا اختي، ولا يبان عليك؟ يبان عليك يا اختي بنت 17 بجد. ربنا يكرمك يا ام هنيه يا حبيبتي، ربنا يكرمك انت يا حبيبتي ويفرحك بعيالك، اللهم امين. ايه مش عاوزه مساعده مني؟ ما استغناش يا اختي والله. اقعدي قولي لي بقى، رحت فين امبارح؟ رحت قعدت مع هنيه شويه كده افضفض معاها يعني، وكمان كنت قلقانه عليها، عماله اتصل بيها بقالي كام يوم ما بترد. ولا يا ده انت المفتريه يا ولاد، انت كنت معاها في الحنه وفي الفرح وفي الصباحيه كمان. اعمل ايه يا مريم؟ بتوحشني والله. وانا والله برضه يا ام هنيه البنت ساعات بتوحشني قوي، كل لسه قافله تليفونك دي بكون عايزه اكلمها تاني. انا هعمل ايه بقى يا مريم؟ ما هو الضنا غالي يا حبيبتي، تبقي عايزه دايما تطمني عليه. ربنا يخليهم لنا يا رب ويحفظهم من كل شر، اللهم امين اللهم امين، وينولهم كل اللي في بالهم يا رب، اللهم امين يا حبيبتي. قولي لي بقى اعمل ايه معاه؟ عندك حله قدامك اهي، خلي بالك منها. ماشي يا حبيبتي، اديني مخليه بالي منها اهو. قولي لي يا ام هنيه، ما فيش حد من الدار خالص حاول يكلمك؟ لا ما فيش، ومش عاوزهم يكلموني. معقول يعني ما فيش حد يعني شغلتيه في الدار؟ وانا بشغل مين يا مريم؟ يلا كانت ايام، وهي برضه دلوقتي ايام بنعديها عشان عيالنا. عندك حق يا حبيبتي، يلا اللي ما يسالش عليك ان شاء الله عنه ما سال. يلا مش مهم، اشتغل احسن ما لسانك شغالك دي. طب انا هقول لك كلمتين بس مش تزعلي مني. قولي يا حبيبتي، ما اقدرش ازعل منك، بما انك يعني مش معاكي فلوس تاكلي ولا تشربي انت وعيالك. جايبه الحاجات دي دلوقتي ليه؟ يعني هي بصراحه حلوه، بس يعني انت لو معاكي قرش هتاكلي وتشربي انت وعيالك. يا حبيبتي لو هتتزكي باخر جنيه معاكي ربنا هيديكي اضعاف. انت في حمايه مين؟ ده انت في حمايه ربنا، ومفيش حد بينام من غير عشاء. وبعدين يا حبيبتي انا واخده حبه فلوسك دي من ورا سعيد. يعني انت مدبره بقى دنيتك. يبقى امال ايه؟ هما مش كتير قوي يعني، بس يسلكونك دي فترة. ربنا يكرمك يا حبيبتي، ربنا يكرمك يا رب ويحنن قلبه عليك وترجعوا تاني. لا نرجع تاني ايه؟ خلاص الموضوع ده اتفضل. انا عايزه اتطلق، مش عايزه حاجه تاني. طلق ايه يا ام هنيه وانت في السن دي؟ مريم ما تفتحش معايا الموضوع ده تاني بعد اذنك، وشوفي اللي قدامك واسكتي. حاضر يا اختي حاضر، اللي انت عايزه ابقى اعمليه. ماشي يا اختي، من اللي انا عايزاه برضه هبقى اعمله. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. يا حسين يا ولدي انت فين؟ مخبياه يما، مخبياه، تلاقيكي بلعتيه. انا عايزه اعرف في ايه يما، انت ازاي تخش عليا اوضه نومك دي من غير ولا احم ولا دستور؟ وانا هستأذن منك انت عشان اخش دار ابني؟ ايوه عشان انا دلوقتي ست الدار، وانا دلوقتي اللي قاعده فيه قاعده مكشوفه قاعده قالعه، ما ينفعش تخشك دي. يا عيني يا عيني، هو انت فاكره نفسك يا بنت واحده ست ولا حاجه؟ انت رحتي ولا جيتي برضه مره كبيره ومخلفه. استغفر الله العظيم. ما اقول لك يما، انا من ساعه ما جيتي هنا وانت ماسكه على الطبطاب، وانا مش فاهمه ليه. انا ما اذيتكيش في حاجه، ولا انت ولا ابنك ولا اذيت اي حد في الدار. انت ليه بتكرهيني ومش طايقاني؟
انت شكلك كده ما يطاقش. طب ما انت شكلك ما يتعاشرش اهو ساكته. نهار ابوكي مطين بطين. انت بترد عليا يا بنت انا الرد دي؟ وما ردش عليكي ليه؟ مش انت بتقولي ان انا ماره ومتجوزه ومخلفه؟ هعرف ارد عليكي كويس قوي. تمام خليكي قاعده زي ما انت بقى دي واتكلمي بالطريقه دي قدام حسين. وماله يا حبيبتي، ده انا اتكلم قدام التخين. الله، هو ده يا ولد اللي لفيت وجبتها لي؟ ست البنات كليتهم وقمريه كمان. ده انا اول ما شافنك دي خطفته على طول وما قدرش يشوف اي واحده تانية غيري. الواد دي هو كده بيحب الحاجات المعفنه من زمان. كان دايما اخوه يكسر اللعبه ويرميه، هو بقى يروح يجيبها من الزباله. زوجه يجرف من زمان. انا مش هرد عليكي، مش خوفا منك على فكره، لا ده احترام ليا ولاهلي. وانتي واحده عايزاني اغلط فيكي علشان تتلككيلي، بس انا مش هعملك دي. وعايزاني كمان يعني اعمل حاجات وحشه او اهزقك كمان، بس انا برضو مش هعملك دي. لا اعملي يا بنت، اعملي وكتري احسن ما اجيبك من الباروكه اللي انتي فرحانه لنا بيها دي. والله دي حاجه مش تخصك، ده حاجه تخصني انا. تاني حاجه حسين عاجباه قوي وبيقول لي زي القمر فيه. عايزه ايه تاني بقى يما؟ قولي عايزه ايه؟ قال لك القل وتعب السر يا مصيبي. انا مش عارفه اجيبك من انهي دهي، احلى دهيه في الدنيا. عايزه ايه يما بقى؟ سيبيني في راحي. وبقول لك ايه، ما تخشيش دار تاني وانا مش موجود ولا حتى موجود. ويلا اتفضلي من غير ما تروح. ماشي، لما ابني يجي هيعرف يظبطك. على اساس ان انا هتكلم معاكي دي قدام ولدك؟ مره غبيه فاكراني عيله صغيره هتأدبها؟ انا أدبك انت واللي شددولك كمان. في ايه يا بنت؟ صوتك طالع لاخر الشارع. انا يا حبيبتي عامله ايه يا بنت؟ متوحشاكي قوي. وانا كمان والله متوحشاكي قوي يا بنت. دي حماتي، ده العادي كل يوم. حماتك وطلعت يا بنت وشافتك لابسه كده؟ ده يا اختي اللي ضايقني، دخلت كده من غير ولا احم ولا دستور على اوضه النوم. قله الادب والمسخره دي، مش عندها حياه ولا بتتكيسف ولا عندها اي حاجه. طب وانت عملتي ايه؟ اديتها من منجي يا خيار، تستجرى تتكلم معايا تاني. غبي، ما هتروح تقول لجوزك وتخرب عليه. هو كان في حد معانا؟ حد شاهد؟ حد شاف حاجه؟ لا ما فيش. بس هي هتقول له حصل هقول ما حصلش، عملت هقول له ما عملتش، سويت هقول له ما سويتش. وهو عارف ان امه مفتريه وتعمل كل حاجه فمش هيصدقها عادي يعني. منك انت ومن دماغك ما شاء الله، الله اكبر. الناس اليومين دول كلهم بقى بيفكروا بدماغهم، انا ده على طول بس اللي بفكر بقفايا. يا اختي هو انت في دماغك لما بتشغليها بتبقى ايه؟ نار على شرار. ربنا يخليكي يا وفاء، انت الوحيده اللي بتكبري بخاطري. شفتي؟ ادعي لي بقى دعوه حلوه. ادعي لك طبعا، هو انا يعني اقدر استغنى عنك؟ نسيت امك جابالك الحاجات دي وكانت جابالك كمان حاجات بره، بس انا بصراحه مش قادره ادخلهم. يعني روحي انت دخليهم. ده انا عروسه يا بنت، انت سيبي الحاجه هنا وروحي دخليهم انت. على مين؟ روحي يا بنت دخليهم يا بنت. العروسه وجاموسه قال. حاضر يا أبلة، هسمع كلام. عن إذنك يا حبيبتي، إذنك معاكي يا أختي، هتكلم شوية مع متابعيني وجيال. ماشي يا أختي ما تطوليش. سيبها لك انت، أنا بحب أطول. زيكم يا حبايب قلب هنية، عاملين إيه؟ متوحشكوا قوي حبايب قلبي ونور عيني. كل اللي عايزنا ندعي له بقى يقول لنا في الكومنتات، وإحنا بإذن الله في آخر كل حلقة بندعي له. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الحلقة وتعملوا لايك عشان اللايك هو اللي بيرفع من الفيديو، والتعليقات كمان والاشتراك ما تنسوها. يلا بقى ندعي لحبايبنا زي ما متعودين كل مرة. في أخت وحبيبتنا بتقول لي يا رب أجيب 99%. ادعوا لي بالله عليك ربنا ينولك كل اللي في بالك يا نور عيني، تفضلك دي من نجاح لنجاح. اللهم امين يا رب العالمين. انت وكل اللي نفسه يشوف عياله يدعوا لها. ازيك يا جمال؟ ازيك يا ابرار؟ عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ ربنا يهديكوا على مامك دي ودايما في التفوق والنجاح، اللهم امين. وربنا يرزقك يا ام جمال يا حبيبتي باذن الله، عمره وحج باذن الله، احنا معاكي باذن الله. في اخت وحبيبتنا بتقول لي ادعي لاولادي احمد ومصطفى بالهدايا، ربنا يخليهم لك يا حبيبتي ويبارك لك فيهم ويحنن قلبهم عليك، اللهم امين يا ام محمود. اللهم امين يا حبيبتي. في واحده بتقول لي يا رب يكرمنا جميعا بكل نفسنا فيه، اللهم امين يا حبيبتي. والله احلى دعوه، كل نفسه في حاجه يدعيها بالله عليكم، دعاوي بتغير القدر. وفي اختنا بتقول لي ادعي لادم ربنا يحفظه ويبعد عنه ولاد الحرام، اللهم امين يا رب العالمين. يا رب يحفظه لك ويخليه لك ويبارك لك فيه يا حبيبتي. وفي اخت تانية بتقول لي انا شمس من الجيزه، ادعي لي ان ولادي يوسف وعلي وزياد ما شاء الله الله اكبر ربنا يصلح حالهم ويهديهم ويبارك لي فيهم، اللهم امين. ربنا يخليهم لك يا حبيبتي ويبارك لك فيهم وتشوفهم احسن الناس باذن الله. ادعوا لها يا جماعه بالله عليكم. في اخت وحبيبتنا بتقول لي ادعي ابن محمد بشفائه العاجل باذن الله، حبيبه قلبي ربنا يطمنك عليه باذن الله، يا رب طمنها عليه يا رب. ازيك يا اسيا؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ انت يا رنا مش باينه ليه يا حبيبتي؟ وحشتيني. وازيك يا ام عمر؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ ربنا يخليك يا حبيبتي ويبارك لك في ابني. وفي اخت وحبيبتنا بتقول لنا من العراق، ربنا يشفيك يا حبيبتي، ادعوا لها بالله عليكم يا جماعه، تعبانه قوي، ربنا يشفيك يا حبيبتي يا رب.
في أخته حبيبتنا بتقول لي ادعي لسارة وهاجر ومحمد، ربنا يبارك لك فيهم يا حبيبتي وتشوفيهم أحسن الناس بإذن الله. يبارك لي في أبو سارة، اللهم أمين يا حبيبتي، ويبعد عنه أي سوء ويصلح حاله ويهدهولك يا حبيبتي. بتقول لي واشوف ابني محمد في المدرسة، ربنا يحفظهولك يا حبيبتي وتشوفيه كمان في الجامعة. أخته حبيبتنا بتقول لي دعيلي الله يحقق كل أمانية، اللهم أمين يا حبيبة قلبي، اللهم أمين. وازيك يا شيماء عامله ايه يا حبيبتي؟ في اخته وحبيبتنا بتقول لي ادعي لي، انا داخله على امتحانات يوم الاثنين، وبتقول لي كمان انها تعبانه قوي. حبيبه قلبي ربنا يا ربي ينولك كل اللي في بالك وتنجحي كده وترفعي راسنا كلنا. ادعوا لها يا جماعه بالله عليكم، اللي عايزنا ندعي له يقول لي في الكومنتات، وباذن الله الحلقه الجايه ندعي له. وما تنسوش نصلي على النبي عشان انتوا بتاخدوا الحسنات وانا كمان. ادعوا لي بقى دعوه من قلبي كده ان قناتي تكبر، ربنا يبارك لي في حياتي وفي بيتي وفي ابني وفي جوزي وفي اهلي. ادعوا لي دي دعوه حلوه وقناتنا تكبر كده وتبقى جيش كبير، اللهم امين يا حبايب قلبي. يلا بقى الى اللقاء في الحلقه الجايه باذن الله، واتمنى ان الحلقه تعجبكم. بحبكم يا احلى اخوات في الدنيا.